تخيل معايا تشوف جون ويك بس في مدرسة ثانوي، لأنه النهاردة هنشوف قائد عسكري مرعب بيخاف منه قعدة المجرمين، بيموت في مهمة وبيصحى يلاقي نفسه محبوس في جسم طالب في ثانوي وزنه 50 كيلو بس، ويعني بيتضرب وبيتقلب كل يوم من المتنمرين. والغلطة الوحيدة اللي المتنمرين دول عملوها انهم افتكروا ان الصيد السهل ده لسه موجود، وما يعرفوش ان اتحول لعسكري فرنسي يلقب بحاكم الحروب. فتفتكروا المدرسة دي هيحصل فيها ايه؟ عايزك تتحمس لان الحكاية دي ممتعة جدا، وانا اول شخص يعملها في اليوتيوب، وانا متأكد انها هتعجبك جدا. وكمان عايزك تتابع الحكاية للاخر علشان الحماس بيزيد كل ما تتقدم القصة، وتتفاعل مع الفيديو والقناة كلها علشان نوصل للقمة في اسرع وقت، وتصلي على النبي علشان دي اهم من اي حاجة. ويلا بينا نبدأ. بتبدأ حكايتنا بقائد الجيش وهو بيشرح للجنود المهمة اللي هيعملوها، وبيعرفهم ان عدد الجنود اللي هيشاركوا في المهمة هم 15 جندي بس، ولكن بيكون في مشكلة كبيرة جدا، وهي ان عدد الاعداء بيكون 5000 عدو، ولازم يقتلوا واحد معين وبيكون اسمه ماسلان. طبعا الجنود اول ما بيسمعوا كده بيكونوا مش عاجبهم، وده لان في خطر كبير على حياتهم، لان دي يعتبر مهمة انتحارية، ما عدا مجنون واحد فيهم بس، وبيكون ده بطل حكايتنا، وبيكون اسمه جيم، اللي بيكون متحمس للمهمة وعنده تحدي انه هيعمل المهمة دي، لدرجة ان القائد بيشوف ده في عينه، وبيقول لهم القائد انا كنت هعاقبكم بسبب اللي عملتوه، لكن علشان النهارده يوم مهم انا مش هعمل كده. في الليل بيقول لهم القائد مهمتكم هي قتل ماسلان، وبيركبوا الجنود العربيه وبيتحركوا. لما بيوصلوا المكان جيم بيتصرف كقائد وبيديهم التعليمات علشان يقدروا يخلصوا المهمه، وبيقول لهم يجهزوا اسلحتهم علشان لما يوصلوا يكونوا جاهزين. والجنود بيبقوا واثقين في بطلنا جيم، وده بسبب انه شخص قوي وعنده مهارات عاليه، وبيكونوا عارفين انهم مع حاكم الحروب ذات نفسه. بعدها بيتحركوا، لكن بيحس جيم ان في حاجه غلط، وبيقف فجاه وبيفكر وبيقول احنا خلاص قربنا اننا نوصل، لكن ليه انا حاسس بالاحساس ده؟ فبيسالوا الجندي احنا وقفنا ليه؟ فبيقول له جيم انا حاسس بشعور مش حلو. فبيقول له الجندي انت خايف ولا ايه؟ لكن فجاه في لمح البصر بيتضرب الجندي ده بالنار، والوضع بيقلب خالص عليهم، وفجاه بتتضرب عليهم نار من كل حته. وبيعرف جيم انهم بيستخدموا قاذف قنابل، وده لان الاعداء كانوا عارفين انهم جايين، فعملوا لهم كمين كبير علشان يخلصوا منهم. بيدخلوا عليهم عدد كبير جدا من الجنود وبيفتحوا عليهم نار وبيضربوا كل الجنود، لكن بيبقى بطلنا مش عادي في التصويب، بيكون استاذ، وبيضرب 3 مرة واحدة هيد شوت، وبيلاحظ ان زميله مصاب اصابة خطيرة، وبيضرب على الجنود نار من كل مكان. وبيحاول جيم انه يساعد زميله وبيشده بعيد، لكن زميله مش بيرد عليه، وبيبقى اصابته خطيرة جدا، وبيبقى جيم عايز يهرب من المكان بسبب اصابة زميله ويلغي المهمة. فبيقول له زميله مش مهم، ممكن تكمله من غيري، لكن فجأة بيترمي عليهم قنبلة، وبينادي على واحد اسمه دايرو بيطمن عليه، فبيقول له دايرو انه بخير. فبيقول له جيم اتحمل احنا قريبين من مركز العدو. فبيكون جيم متعصب جدا من وضعهم ده، وبيخرج وبيتجنن عليهم بكل شجاعة وبيهجم عليهم، لكنه للأسف بيتضرب بالنار من ظهره وبيموت. وفي لحظة موته بيكون مش مصدق اللي حصل له، بس بعد ما عينه بتغمض بيفتحها تاني وبيلاقي نفسه في مستشفى، وبينادي عليه الدكتور باسم كانج تشان، وبيكونوا فرحانين ان بطلنا فاق، وبيقول الدكتور انت قدرت تفوق بسرعة، وبيبدأ انه يكشف عليه ويشوف حالته. وبيقول الدكتور لبطلنا انت قدامك لسه وقت علشان تبقى كويس. بطلنا بيستغرب ان الدكتور بيتكلم كوري، فبيسألهم بطلنا انا فين؟ فبيقول له الدكتور انت في المستشفى. فبيقول له بطلنا مستشفى ايه؟ فبيقول له الدكتور مستشفى سي بول في كوريا. وبيقول له الممرضة تتصل بالحارس بتاع بطلنا. فبيسأل بطلنا الدكتور انا جيت ازاي لهنا؟ فبيقول له الدكتور في حد اتصل بالطوارئ. فبيقول له بطلنا انت كذاب، ازاي حد هيتصل بالطوارئ في مكان زي اللي انا كنت فيه؟ فبيقول الدكتور للممرضة خلي بالك منه لانه كان فاقد الوعي لمدة 3 ايام. فبيتعصب بطلنا وبيقوم يقول له انت بتقول ايه؟ فبيتفاجئ بطلنا لما بيقوم وبيحس بشعور غريب، فبيطلع يجري بسرعة على المراية وبيبص على شكله، وبيبقى روح الجيم انتقلت في جسم شخص تاني، وبيبقى بطلنا مش عارف هو ايه اللي بيحصل. وبعد ايام بيخرج بطلنا من المستشفى، وبنعرف ان الجيم دخل في جسم شاب اسمه كانج، وبنعرف ان الجيم عنده 29 سنة، وكان قائد في القوات الفرنسية، واصيب في اخر مهمة في افريقيا ومات في الحرب دي، والكلام ده كان في 2016. ودلوقتي انا لقيت نفسي في 2019 وموجود في جسم كانج. وبنعرف ان كانج ده مجرد طالب في الثانوية، والطالب كانج ده في يوم قرر انه ينهي حياته ونط من فوق مبنى المدرسة، وفضل في غيبوبة لمدة 3
ايام، والسبب انه عمل كده لانه كان بيتعرض للتنمر الشديد، وبتبقى جنبه امه اللي هي سوك وبتقول له ده بيتنا انت فاكره؟ فبيقول لها والد بطلنا اللي بيكون اسمه جيونج ما تستعجليش عليه، الدكتور قال ذاكرته هترجع له لما يبطل قلق. ولما بيدخلوا البيت بتبدا والدته تفكره، لكن بياخد والده على الغرفه بتاعته وبيقول له انا عايزك ترتاح. وبيدخل بطلنا غرفته وبيتفاجئ لما بيلاقي غرفته جميله وبيعرف انه عيلته غنيه. ولما بيروح يفتح الكمبيوتر بيتفاجئ انه عايز رقم سري علشان يقدر يفتحه، فبيشوف التليفون وبيقول انا ممكن استخدم النت على التليفون، لكن بيلاقي برضه التليفون معمول له باسورد. فبيقول ايه القرف ده، هو ايه الواد ده كان رخم كده ليه؟ لكنه بيلاقي في التليفون بصمه فبيفتح بيها التليفون، فبيدور على اي دليل على موته، لكنه لما بيبحث عن المهمه اللي شارك فيها مش بيلاقي اي معلومات. فبيجرب يبحث بطريقه تانية لكنه برضه مش بيلاقي معلومات. فبيلاقي شخص قدامه اسمه لي هوجن بيتكلمه وبيبقى مش عارف مين ده، وبيقول له لي هوجن انت خرجت من المستشفى؟ فبيقول له بطلنا ده شكله صاحبه وانا هرد عليه، وبيقول له ايوه انا خرجت. فبيقول له لي هوجن انت ما قلتليش ليه انك عايز تموت؟ فبيتفاجئ بطلنا وبيقول هو ماله ده، انا مش هرد عليه. فبيبعت له لي هوجن انت بتتجاهلني، انت شكلك نسيت نفسك. فبيقول له بطلنا انا مشغول. فبيتصل بيه هوجن وبيقول له انت شكلك اتجننت خلاص، ازاي تعمل معايا كده؟ فبيضحك بطلنا. فبيقول له لي هوجن انت بتضحك مش همك يعني؟ فبيقول له بطلنا انا مشغول دلوقتي سلام. فبيقفل بطلنا المكالمه في وشه وبيعمل له حظر، وبيبقى لي هوجن ده واحد من المتنمرين اللي بيتنمروا على بطلنا. فبيتعصب وبيقول ده حاطيني على الحظر، وبيرمي التليفون على الارض وبيكسره. فبيقول له صاحبه انت بترمي التليفون ليه؟ ده انت يا اخي لسه شاريه. فبيتعصب ليه هوجن وبيقول له مش مهم، انا هخليه يشتري لي واحد تاني. فبيقول له ايوه صح، ما انت مش بتشتري اي حاجه بفلوسك. فبيقول له ليه هوجن كانج ده مش هيجي للمدرسه مره تانية، ولو جه انا هكسر دماغه. بيبقى بطلنا قاعد في غرفته وبيقول انا دورت في كل حته عن الحرب في افريقيا لكني ما لقيتش اي حاجه عن الموضوع ده، انا مش عارف هو ده الاسباب امنيه، هو في سبب معين؟ انا خلاص زهقت وفكرت كتير، انا هروح اشرب سيجاره. انا مش عارف هو الشخص ده هيكون معاه اي سجاير موجوده في الحاجات بتاعته. وبيدور بطلنا في كل مكان عن السجاير لكنه مش بيلاقي اي حاجه، وممكن يكون شايل في الكتب اي حاجه. وبيدور بطلنا في الكتب لكنه مش بيلاقي حاجه برضه، لكن هو بيقلب في الكتب بيلاقي مذكرات كانج وبيلاقيه كاتب كل اللي بيحصل معاه من التنمر. بيفهم بطلنا ان ليه هوجن شخص متنمر وكان بيتنمر على كانج. بيشوف اللي كاتبه كانج من اللي كان بيحس بيه واللي كان عايز يعمله لكنه مش قادر، وبيكون نفسه قوي ينتقم من ليه هوجن ده. وبيفكر وبيقول ده شكل الواد ده غبي، هو اللي عايز يقتل حد بيفضح نفسه كده. تاني يوم بيركب بطلنا العربيه مع والده علشان يروح المدرسه، وبيوصل والده للمدرسه وبيقول له اتمنى انك تكون بخير. فبيقول له ايوه انا بخير، انا كنت عايز ارجع المدرسه بعد الفتره دي كلها. فبيقول له والده مش عايزك تعمل مشاكل. فبيقول له بطلنا حاضر. فبينزل بطلنا من العربيه وبيدخل المدرسه، لكن بيبقى بطلنا مش عارف هو الفصل بتاعه فين بالظبط، وبيكون عايز اي شخص يساعده علشان يعرف الفصل بتاعه. وبيلاقي حد بينادي عليه وبيبص على الطلاب بيلاقيهم كلهم بيتكلموا، وبيظهر ليه هوجن واول ما بيشوفه بيقعد يتريق عليه. فبيبص بطلنا على اسم الولد اللي بيتكلمه وبيعرف ان ده يبقى ليه هوجن. بيفضل ليه هوجن يزعق لبطلنا وبيقول له انت هتفضل ساكت كده بعد اللي عملته في مكالمه امبارح؟ فبيضحك بطلنا وبيقول له ليه هوجن انت بتضحك، انت بقى مش همك حاجه. فبيضحك بطلنا اكتر، فبيتعصب ليه هوجن وبيقرب منه. فبيقول بطلنا هو ده شكله اللي هيساعدنا نلاقي الفصل. وبيقول له بطلنا انت ليه هوجن؟ فبيقول له بزعيق ايوه، وبسببك انا بقيت بصرف على نفسي وعلى الغدا بتاعي وكل حاجه في حياتي حتى السجاير. فبيقول له بطلنا ايه ده انت بتدخن؟ طب هات سيجاره بالله عليك. فبيبقى ليه هوجن مش عارف يعمل ايه. فبيقول له بطلنا بقول لك هات واحده. فبيقول له ليه هوجن انا كنت هستنى لغايه استراحه الغدا علشان اعمل اللي كنت هعمله، لكن انت شكلك مصر ان اضربك دلوقتي، انا بقى هعمل معاك الصح وهعرفك ازاي تقف وتتكلم معايا كده. فبيقول لي بطلنا تعالى معايا. فبياخدوا ليه هوجن لملعب السله علشان يكونوا لوحدهم ويعلموا الادب. وبيقول له انا كنت تعبان وزهقان الايام اللي انت ما كنتش موجود فيها، انا عرفت قيمتك. فبيهجم ليه هوجن على بطلنا وبيضربه، لكن بطلنا بيكون اسرع منه وبيضربه ضربه قويه في وشه بيخليه يطير ويقع على الارض. بيجري عليه ولسه هيضربه بيفكر بطلنا وبيقول انا لو قتلته ده هيسبب مشكله كبيره. وبيدور في هدومه على سجاير لكنه مش بيلاقي اي حاجه معاه. بيفكر بطلنا وبيقول لكانج لو كنت موجود في عالم تاني وبتسمعني انا خدت لك حقك. فبيقوم ليه هوجن وهو متعصب بعد الضربه القويه اللي اتضربها وبيجري على بطلنا وبيهجم عليه، لكن بطلنا بيكون متدرب على اعلى مستوى بيلاحظ انه بيقرب عليه فبيرجع لورا بيتفادى ضربته وبيهجم ليه هوجن بضربه تانية. بيفكر بطلنا وبيقول ليه هوجن قوي اما من الضربه القويه اللي ضربتها له. فبيضربه بطلنا ضربه قويه تانية في وشه فمش بيتاثر ليه هوجن وبيفضل واقف. هنا بيفهم بطلنا ان جسم كانج ضعيف وبيقول انا لو ما قدرتش ان اهزمه بضربه واحده انا ههزمه بضربات كتير. بيضربه بطلنا ضربتين في وشه لكن ليه هوجن بيفضل واقف وبيهجم على بطلنا.
بطلنا، لكن بيتفادى بطلنا ضربته وبيضربه ضربه قويه وراها لكمه في وشه بتوقعه على الارض وبينزل عليه بضربات كتير بتخليه مش نافع تاني. بعدها بيفتكر بطلنا انه في المدرسه وبيقول انا ما عرفتش لغايه دلوقتي الفصل بتاعي، فبيخرج من المكان وبيدور على اي حد لكن بيلاقي بنت بتنادي عليه وبتقول له انت رجعت للمدرسه. فبيتفاجئ بطلنا اول ما بيشوفها وبيقول دي مين دي، فبتقول له البنت انت خرجت من المستشفى. فبيقول لها بطلنا ايوه، وبيفكر وبيقول الواد ده يعرف بنات حلوه كده. بيبص كانج على اسمها وبيعرف ان اسمها ميونج، لكن انا علاقتي بيها ايه؟ وعلشان انا في السنه الاخيره ممكن ما بقاش مؤدب معاها. فبتقول له ميونج انا اسفه اني ما جيتش ازورك في المستشفى، كنت مشغوله وبعمل حاجات كتير. فبيقول لها بطلنا لا ولا يهمك. فبتقول له كل اللي في الفصل قلقانين عليك، تعالى يلا علشان نروح لهم. فبيقول لها هو احنا في نفس الفصل؟ فبتقول له ميونج مالك فيه ايه؟ ده انا وانت بنتواعد، هو ده بسبب اصابتك؟ بتحاول انها تقرب منه لكن بيبعد بطلنا وبيقول لها انا بخير، انا عايزك تعرفيني هو فين الفصل بتاعي. وبتروح معاه علشان توريه الفصل. لما بيوصلوا للفصل بيقعدوا هما الاتنين جنب بعض وبيفكر بطلنا وبيقول انا المكان اللي قاعد فيه احسن مكان ان اتضرب منه بقناصه. بيوصل ليه هوجن للفصل وعلى وشه اصابات كتير. فبيساله صاحبه ايه مالك وشك مصاب ليه كده؟ اتخانقت مع طالب تاني في المدرسه؟ فبيفكر بطلنا وبيقول هو معاه في الفصل. فبيقعد ليه هوجن وبيبص لبطلنا وبيبقى عايز يقوم يهينه. بيطلع تليفونه وبيبعت رساله لشخص بيقول له كانج اتغير خالص، مش هو ده كانج اللي نعرفه. وبيفكر وبيقول انا هخليك تندم على اللي انت عملته. بعدها المدرب بيجمعهم كلهم وبنشوف بطلنا مش لابس زي بقيه الطلاب. فبيساله بيقول له انت فين الهدوم بتاعتك؟ فبتقول ميونج للمدرب معلش اصله لسه خارج من المستشفى ومش مركز. فبيقول له المدرب هو انت؟ طب خد النهارده راحه، انتوا بقى شوفوا عايزين تلعبوا ايه لكن خلي بالكم من نفسكم ومش عايزين مشاكل. فبيروح بطلنا يقعد علشان يرتاح وبيلعبوا الطلاب كوره، لكن بيبقى ليه هوجن واقف بيبص على بطلنا. بيفكر كانج وبيقول انا ما عنديش اي اختيار تاني غير اني اعيش واتاقلم مع حياه المدرسه. فبيروح ليه هوجن وبيقول لبطلنا تعالى معايا. فبيقول له بطلنا انت في حاجه عايز تقولها لي؟ فبيسيبوا ليه هوجن وبيمشي. فبيقول بطلنا انتوا بتتصرفوا ليه كده لما بهزمكم؟ فبيروح بطلنا وراه وبيلاقيه محضر كام واحد معاه علشان يضربوا بطلنا. وواحد منهم بيقول لليه هوجن بقى الواد ده هو اللي عمل فيك كده، انت شكلك بقيت ضعيف. وبيبداوا يحاوطوا بطلنا من كل حته وبيبقى بطلنا واقف وسطهم وشكلها هتبقى دمار. فبيقول لهم بطلنا بقول لكم ايه، ما تهجموا عليا كلكم مره واحده. فبيقول له واحد منهم ولا انت شكلك اتجننت، انا بقى هعلمك ازاي تتكلم معانا. وبيهجم على بطلنا لكن بطلنا بيلف وبكل قوته بيضربوا ضربه قويه في وشه بيخليه يقع على الارض. بيتصدموا كلهم من اللي شايفينه بيقولوا ايه الواد ده عنده قوه مش طبيعيه. فبيقول لهم بطلنا لما الكبار يتكلموا العيال تخرس، دلوقتي مفيش غيركم انتوا الاربعه، ايه هنخلص ولا هتفضلوا واقفين تتفرجوا عليا؟ بما انكم مش عارفين اساسيات القتال انا هعلمكم ازاي تعرفوا تقاتلوا علشان تبين انكم شويه عيال ومش هتقدروا عليا. المفروض كل واحد فيكم يهجم على منطقه معينه من جسم العدو، يعني الرجل او الراس او الجسم. فبيبصوا له وهم مش طايقينه وبيبقوا عايزين يضربوه لانه بيستقل بيهم. فبيقول لهم كانج هتهجموا عليا من مناطق مختلفه وزوايا كتير. فواحد منهم بيقول له ولا انت هتعمل نفسك قوي، ده انت بس محظوظ مش اكتر. فبيهجموا عليه كلهم علشان يخلصوا عليه. فبيضربوا كلهم لكن بيقدر بطلنا يتفادى الهجمات بتاعتهم وبيضرب واحد فيهم ضربه قويه في وشه. فبيهجموا الاثنين التانيين. فبيضرب بطلنا اول واحد ضربه قويه والتاني بيضربه في وشه بيخليه مش شايف، اديله فرصه وبيضربه في بطنه. لكن بيقوم واحد منهم وبيمسك بطلنا من شعره وبيجهز نفسه علشان يضرب بطلنا، لكن بيوطي بطلنا وبيتفادى الهجوم وبيمسك الولد ده بيرفعه لفوق وبيرزعه في الارض. بيبقى ليه هوجن مش مصدق وبيقول الواد ده مش طبيعي، ازاي قدر انه يضربهم كلهم؟ هو ده نفس الشخص اللي كنت اعرفه. بيبقى فاضل واحد وبيقرب من بطلنا وبيطلع السكينه اللي معاه. فبيقول له انا ما كنتش ناوي اني اعمل كده لكن انت اللي خليتني اعمل كده. فبيقول له بطلنا انت لما هتستعمل السلاح كده انت بتحط حياتك في خطر. فبيتعصب وبيهجم على بطلنا وبيضربه بالسكينه اللي معاه لكن بيتفادى بطلنا هجماته وبيمسك ايده بيتنيه وبيكسرها له وبيخليه يصرخ من الالم. فبيشوف ليه هوجن اللي بيحصل وبيقول هو في ايه، انت ما حدش قادر عليك؟ فبيقول له بطلنا ما بقاش فاضل غيرك. فبيقول له ليه هوجن احنا هنحلها بالكلام، بلاش عنف وشوف انت عايز ايه وانا هعمله. فبياخد بطلنا السكينه من الارض وبيقول له انا مش عايزك تخاف، انت ما غلطتش في اي حاجه، انا اللي غلطت علشان الصبح سبتك وما ضربتكش لغايه ما خليتك تندم وتفكر انك تيجي وتقف قدامي مره تانية وتتحداني، ده انت حتى ما استنيتش يوم تاني علشان تنتقم. انا بقى مش هكرر نفس اللي عملته، هكسر لك بقى اني عظمه في جسمك. فبيقول له ليه هوجن انا اسف مش هعمل كده مره تانية. فبيقول له بطلنا طول ما انت واثق من نفسك هتفضل
تعمل كده، لكن بيحس بطلنا ان في شخص جاي عليهم، ولما بيبص بيلاقيه المدرب جاي عليهم علشان يشوف ايه اللي بيحصل. وبيقول المدرب لبطلنا وقف اللي بتعمله. فبيفكر بطلنا وبيقول ازاي مدرس عادي بيقرب مني من غير ما احس بيه. فبينادي ليه هوجن على المدرب وبيقول له انقذني من الشخص ده. فبيفكر كانج وبيقول انا حاسس بقوته. فبيقول المدرب لبطلنا انت كانج، انا عندي فكره عن اللي بيحصل هنا، انت كده اتخطيت حدود الدفاع عن النفس، انت دلوقتي اللي بتتعدى عليهم. فبيتعصب بطلنا وبيبص للمدرب بصه مرعبه. فبيقول للمدرب انت ازاي تبص لي كده، انت اتجننت ولا ايه؟ لو اتمديت اكتر من كده انا هخليك تتفصل مؤقتا، حتى لو وقفت اللي بتعمله مش هتفلت من العقاب. فبيقول له بطلنا بجد لا انا مش عايز اجي المدرسه خالص بقى. فبيقول له المدرب روح دلوقتي وانا هتعامل مع اللي حصل، ولو معاك اي دليل على براءتك ابقى هاتهولي. فبيروح المدرب يطمن على الطلاب. فبيفكر بطلنا وبيقول انا لو اتقتلت معاه مش هستفيد اي حاجه. فبيقول المدرب لبطلنا انت اتعلمت القتال فين؟ فبيقول له بطلنا من النت. فبيقول له المدرب انت هتهزر؟ نت ايه اللي اتعلمت منه؟ ماشي هبقى اكمل كلامي معاك بعدين. فبيسيبه بطلنا وبيمشي. فبيفكر المدرب وبيقول ممكن الانسان يتغير لو بقى على حافة الموت. فبيفكر بطلنا وهو ماشي وبيقول اللي عملته ده هيخلي كانج فرحان. بيروح بعد كده بطلنا للحلاق وبيغير تسريحة شعره وبيخليها زي ما كان في جسمه القديم. وبيروح بعد كده للمطعم وبيطلب تونة كاتسو. وبيشوف قاعدة مع ابنها وبتعامله بلطف. فبيقول الام دي حنينه. فبيفتكر بطلنا لما كان في حياته السابقه وكان بيروح المطعم وبيطلب نفس الطلب. وبنرجع للوقت الحاضر وبياكل بطلنا الطلب بتاعه، لكنه مش بيكون لذيذ زي ما كان بياكله. لكن تليفون بطلنا بيرن وبتبقى امه هي اللي بتتصل. فبيرد بطلنا عليها. فبتقول له ايه اللي حصل معاك؟ فبيقول لها لما اروح هبقى اقول لك. فبتقول له انت موجود فين علشان اجي اخدك؟ فبيتعصب بطلنا عليها وبيقول لها انا هقول لك لما ارجع. بطلنا ساعتها بيرزع التليفون في الارض وبيقول لنفسه انا عارف ان دي مش طريقتك المعتاده في الكلام، بس دي احسن من الانتحار. وفي بيت بطلنا بيكون والد بطلنا متعصب جدا وبيقول الواد الشقي ده هتحدى لو يجرؤ ويجي البيت. فام بطلنا بتقول له يا حبيبي ما تزعلش، ابننا اتغير من بعد الحادثه دي، هو ده بسبب انه رجع من الموت. بس ساعتها بطلنا بيوصل للبيت وبيدخل على اوضته وسط نداء ابوه ليه، وهو ما بيردش عليه وبيدخل غرفته وبيجيب دفترين وبيدي واحد لامه وواحد لابوه. واول ما بيقراوا الكلام اللي فيه بيبان ان دي مذكرات بطلنا وبيبداوا يعيطوا من المعاناه اللي بيقراوها. وابوه بيقول له انت ما كنتش بتقول لنا ليه يا ابني؟ فبطلنا بيقول له ما كنتش عايز اقلقكم وحسيت بخجل من نفسي، وعلشان كده رميت نفسي من فوق السطح، لكن لما فوقت اكتشفت ان كل مخاوفي راحت. فوالد بطلنا بيقول له انا فهمت ده اللي حصل، بس هو انت ندمان على انتقامك منهم؟ فام بطلنا بتقول له اتصبت في اي حته طيب؟ فبطلنا بيقول لها لا. فوالد بطلنا بيقول له طيب انا هتعامل مع اللي حصل النهارده بنفسي، ما تشغلش بالك بيه، بس لازم توعدنا انك تقول لنا لو ضايقوك تاني ماشي؟ فبطلنا بيقول له ما تخافش ده مش هيحصل تاني. فوالد بطلنا بيقول له علشان كده عايزك توعدني، احنا اهلك ومن حقنا نعرف ايه اللي بيحصل. فام بطلنا بتقول له فعلا احنا ما كناش عارفين انك كده، اسفين والله. ساعتها بطلنا بيفتكر كل اللي حصل له زمان مع ابوه وامه الاصليين. وبعد كده بنرجع للوقت الحاضر وبيوعد ابوه وامه وبيقول لهم ان هو هيخش يرتاح في غرفته. وبعد كده والد بطلنا بيتكلم في التليفون وبيقول اهلا معاك كانج داي جيونج. ايه تمام هحول الفلوس واكلمك بعدين. فام بطلنا بتقول له في ايه؟ فوالد بطلنا بيقول لها مراسلنا في فرنسا بيكلمنا علشان في مشكله، هو عالق في مكتب الجمارك لان في ملف ضايع منه. فام بطلنا بتقول له نعمل ايه طيب؟ فوالد بطلنا بيقول له لو حولنا 100,000 دولار المفوض المحلي هيحاول يحل المشكله دي. فبطلنا بيكون سامعهم وبيقول لنفسه ده تقريبا 130 مليون وون. فام بطلنا بتقول تمام نحول الفلوس دلوقتي لان خسائرنا هتكون اكبر لو مكتب الجمارك وقف الشغل. فبطلنا بيقول له استنى لحظه عايز اكلمه بنفسي من فضلك كلمهولي. فوالد بطلنا بيتصدم من اللي بيقوله. ساعتها بطلنا بيمسك التليفون وبيرد هو، والشخص اللي في التليفون بيقول له سيدي لو ما بعتناش الفلوس خلال 30 دقيقة هيخلصوا على كل حاجة. فبطلنا بيقول له عايز اكلم المدير من فضلك. فالشخص بيقول له مين انت؟ فبطلنا بيقول له انا ابن كانج دا جيونج عايز اكلم المدير دلوقتي. وطبعا المدير بيكون بيتكلم الفرنسية، والصدمة ان بطلنا بيتكلم معاه بلغته وابوه وامه مصدومين من اللي بيحصل. وبعد شوية بيدي ابوه التليفون وابوه بيسأله ايه اللي حصل. فبطلنا بيعرفوا انهم لقوا الملف المفقود من شوية. فوالد بطلنا بيقول له بجد شغل كويس، المفوض بيعمل كده احيانا. فبطلنا بيقول له مش هيعملوا كده تاني، انا قلت لهم لو حصل نفس الموضوع تاني هنبلغ الجهات المختصة ونتعامل مع الموضوع بشكل حاسم. فام بطلنا بتقول له انت امتى اتعلمت الفرنسي؟ المدرسة مش بتعلمك فرنسي صح؟ فبطلنا بيقول لها اتعلمته من النت. وبعد كده بياخد بعضه وبيروح على الاوضة وبينام على سريره وبيقول لنفسه يبدو اني هاجل رجوعي لفرنسا، جسمي دلوقتي ضعيف جدا ومش زي زمان ولسه دماغي مصاب وبيوجعني جدا. وبيقول لنفسه ما تفكرش في حاجات تافهة، اول ما اتعافى هسافر من غير تردد.
وفي اليوم التاني بيكون بطلنا في الفصل، ولكن بيجي المتنمر وبيقعد قدامه وبيقول له انا هحاسبك النهارده، اتبعني يا غبي. طيب اعتقد انك بقيت مش مهتم بميونج صح؟ فبيتفاجئ بطلنا اول ما بيسمع اسم ميونج، فبيقول له لي هوجن ايوه كده انت خايف. فبيقول له بطلنا مين ميونج؟ فبيتفاجئ لي هوجن وبيقول له انت شكلك غبي، دي البت اول ما سمعتنا بنتكلم عنك وحش فضلت ورانا لغايه ما طلعت على السطح وانت عامل نفسك مش عارفها. فبيقوم بطلنا يقف بعد ما افتكر انها حبيبته، فبيقول لي هوجن هي فين دلوقتي؟ فبيطلع معاهم على السطح بيلاقي مجموعه شباب وفي بنات واقفه، وبيقول لي هوجن لبطلنا انا جهزت نفسي النهارده كويس وجبت لك ابطال هيمسحوا بيك الارض. فبيبص بطلنا على البنات اللي واقفين وبيقول هم ليه واقفين هنا؟ فواحده من اللي واقفين بتعاكس بطلنا فبيقول لهم كانجي انتوا المفروض ما تبقوش موجودين هنا. فبتتضايق البنت من كلامه وبتروح له تقول له انت فاكر نفسك مين؟ فبيضربها بطلنا بالقلم على وشها فبتقع البنت على الارض. بيقول لها بطلنا انت لو ما مشيتيش من هنا هتموتي. فبتبص البنت للي هوجن فبيقول لها لي هوجن انا هدفعه تمن القلم ده غالي، انا عايزك تنزلي دلوقتي. فبتقوم البنت وبتقول لهم عايزاكم تدفعوا التمن. فبيسالهم بطلنا فين ميونج؟ وبنشوف ميونج داخله الفصل وصاحبتها بتتفاجئ بيها، فميونج بتقول لها مالك؟ فصاحبتها بتقول لها كنت فين؟ فميونج بتقول لها وانا جايه من المدرسه طبعا فاتني الاتوبيس المعتاد النهارده فعلشان كده لسه واصله دلوقتي، بس ليه بتسالي؟ كان في حد بيدور عليا؟ بس صاحبتها ما بتردش عليها وبيبصوا لفوق. وعند المتنمرين وبطلنا بيكون المتنمر بيتكلم وبيقول البنت مش هنا يا غبي، انت اتضحك عليك، انت كنت بتحاول تمثل دور الامير اللي هينقذ سنو وايت، وقصده على حبيبه بطلنا. فكانجي بيقول لنفسه دلوقتي لما فكرت فيها هي فعلا شبه سنو وايت قوي. وبعد كده كانجي بيقول يبقى مفيش حاجه نقلق منها بقى كويس، انا ماشي. ساعتها المتنمرين بيلفوا حوالين بطلنا وهما ماسكين عصيان، والمتنمر بيقول له مالك خايف تنط من فوق تاني؟ فكانجي بيقول له انت مغرور قوي بالنسبه لواحد في سنك. فبطلنا بيقول لنفسه استنى هو قال تاني؟ فكانجي بيقول له هو انت اللي مسؤول عن اللي حصل المره اللي فاتت؟ فالمتنمر بيقول له يا سلام بجد مش فاكر، مع اننا حتى ما كناش ضربناك لسه، انت بدات تتوسل على حياتك ووقعت لوحدك. فكانجي بيقول له كان المفروض تقول كده من بدري. فالمتنمر بيقول له ما تتظاهرش بالقوه بنفسك على الفاضي، النهارده مش زي اي يوم تاني، اقوى رجال كوريا اتجمعوا موجودين هنا النهارده علشان يخلصوا عليك، انت فاهم بقى ولا ايه؟ انت ميت خلاص. وبيجي واحد ضخم جدا وبيقف قدام بطلنا وبيمسكه من دماغه وبيقول له مهما بصيت عليك انت زي عود خشب رفيع كده، هو بجد انت قوي زي ما بيقولوا؟ فكانجي بيقول له بالفعل انا كده، وبيمسك ايد المتنمر وبيرزعه بركبته في دماغه. ساعتها المتنمر بيتصدم وبيقول بصوت عالي احيه انا قلت لك وحذرتكم منه، يلا يا جماعه امسكوه. وبالفعل كلهم بيهجموا عليه ولكنه بيمسكهم بيمسح بيهم الارض، وبيمسك اول واحد بيكسر عظمه والتاني والتالت لحد ما بيهجم عليه واحد بسكينه. بطلنا طبعا ايده متينه وبيتفادى الهجوم وبيوقع من ايده السكينه وبيقول له السكينه دي على مين يلا؟ وبعد كده بيبص جنبه وبينادي وبيقول لي هوجن، وبيقرب وهو بيقول له واضح اننا لوحدنا تاني انا وانت، وواضح انك لسه ما راجعتش نفسك خالص بعد ما كنت هقتلك قبل كده، انا هعاملك زي الزباله الصغيره اللي انت عليها بالظبط. ساعتها المدرب بيجي وبيقول بعصبيه انت يا وغد وقف حالا. فكانجي بيقول لنفسه الراجل ده اكيد مش مدرس عادي خالص. وبعدها المدرب بيقول انت لي هوجن صح؟ فلي هوجن بيقول له ايوه. فالمدرب بيقول له هحاسبك بعدين، خد العيال دي معاك وغوروا من هنا حالا. فلي هوجن ساعتها بيفرح وبيمشي. فالمدرب بيقول لكانج واضح انه فعلا ما قدرش يستنى يوم كمان علشان يردها لك مش كده؟ فكانج بيقول له انت ازاي عرفت اننا هنا؟ فالمدرب بيقول له البت ميونج دي هي اللي قالت لي، بس المهم انا المفروض اتعامل ازاي مع المصيبه دي دلوقتي؟ فكانج بيقول له الموقف ده فعلا مش تمام خالص، والمفروض طالب ثانوي يبقى بيتصرف كطالب ثانوي عادي، انت هتندم على كل حاجه في المستقبل. ساعتها كانجي بيفكر وبيقول لنفسه هل كانت مجرد صدفه؟ بس لا، طيب لو نفس اللي حصل له هو كمان زي ما حصل لي لازم اتاكد بنفسي. ساعتها بطلنا بيبدا يهاجمه بهجمات كتيره جدا والمدرب بيصدها بكل سهوله، وبعدها بيتوقفوا هما الاتنين والمدرب بيقول لنفسه ازاي طالب ثانوي عادي ممكن يقاتل بالشكل ده؟ فالمدرب بيقول له انت مين؟ فكانجي بيقول له فعلا هكون مين يا ترى؟ فالمدرب بيقول له ايه؟ فكانجي بيقول له انا مين؟ فالمدرب بيتفاجئ من السؤال ما بيردش، فبطلنا بيصرخ في وشه وبيقول له انا مين؟ فالمدرب بيقول له كمل الباقي كمان. فكانجو والمدرب هما الاتنين بيقولوا في نفس واحد في مشهد عظيم جدا جمله حاكم الحروب. بعدها كانجو والمدرب بيروحوا وبيقعدوا هما الاتنين في غرفه الاستشارات. بيكون كانجي بيقول انت فعلا دايرو؟ فالمدرب بيقول له ايوه. فكانجي بيقول له ليه لغتك الكوريه كويسه قوي كده؟ فدايرو بيقول له مش عندي اي فكره، بعد ما الكابتن مات انا جيت وراك على طول لما هما مسحوا الارض بيا، لما فتحت عيني لقيت نفسي في كوريا والكوري كان بيطلع من بقي بشكل طبيعي. فكانجي بيقول له يعني انت كمان مش
مش هتبقى عارف كتير، بس المهم معاك سيجاره؟ فدايرو بيقول له ما ينفعش ندخن في اوضه الاستشارات. فكانجي بيقول له انا اللي المفروض بس اقول. فدايرو بيكون هيطلع، لكن بعد كده بيقول خلاص مش فارقه معايا، الغلط غلط، مفيش اي منطق ان مدرس يدي سيجاره لطالب علشان يدخنها. فدايرو بيقول له مهما كان عقلك كبير قد ايه، جسمك لسه جسم طالب في ثانوي، وحتى لو سلقتني او شوحتني حي مش هديك اي حاجه. فكانجي بيتضايق منه بيقول له خلاص مش هشرب سجاير تاني. وبعدها كانجي بيقول لنفسه السيوك كانج هو دايرو، ويبان ان اعاده تجسيده حصلت في نفس الوقت تقريبا معايا. وبعدها كانجي بيقول له استمتعت وانت في حضن مراتك وانا مرمي في المستشفى ومش قادر اعمل حاجه. فدايرو بيقول له في الواقع كان احسن بكتير من ان ابقى مرمي في المستشفى. فكانجي بيقول له يا ابن الكلب. فدايرو بيقول له اسكت ممكن حد يسمعنا، في الاخر انا مدرس وانت يا كابتن طالب، وعايزكم تعرفوا ان جيم هو كان قائد دايرو اللي هو المدرب. المهم كانجي بيقول له بطل تهزر معايا. فدايرو بيقول له على اي حال انت ليه مصمم تزودها وتولع الدنيا؟ دلوقتي انا وانت اتولدنا من جديد، خليك في حالك وروح المدرسه بهدوء. فكانجي بيقول له عايز نعمل ايه وهم لسه مكملين عليا؟ انت فاكر اني بحب اتمشكل مع العيال الصغيره ولا ايه؟ على اي حال انا مش ناوي اقعد في المدرسه دي اصلا، قريب هرجع فرنسا تاني. فدايرو بيقول له انت راجع تاني للجحيم ده رغم انك اخيرا قدرت تهرب منه؟ فكانج بيقول له كان في خاين وسطنا، لو معرفتش مين هو يبقى افراد الفريق ماتوا على الفاضي. فدايرو بيقول له يا لو كده يبقى نروح مع بعض في الاجازه. فكانج بيقول له يا عم احنا مش رايحين نتفسح. فدايرو بيقول له يا عم انا عارف كده، انا جد في الموضوع زيك بالظبط والله. فكانج بيقول له انت بس اقعد هنا وعيش بهدوء وخلي عينك على العيال المزعجه دول، وخلصت منهم علشان يبطلوا يجوا ورايا. فدايرو بيقول له في الحقيقه انا كنت مخلص تجهيزاتي وكنت على وشك اخلص عليهم مره واحده وللابد. فكانجي بيقول له تحضيرات مره واحده وللابد؟ ده عيال صغيرين، انت اتهبلت ولا ايه؟ فدايرو بيقول له مين قال ان الموضوع بسبب العيال؟ ما حسيتش بحاجه غريبه وانت بتتخانق معاهم من شويه؟ مش كانت اسلحتهم زياده قوي على خناقه بين عيال؟ فكانجي بيقول له مش بالظبط، ما كانش في حتى اسلحه ناريه اصلا. فدايرو بيقول له انت بجد اتولدت في كوريا يا كابتن؟ البلطجيه العاديين عمرهم ما بيستخدموا سكاكين تقطيع كبيره ولا مضارب فيها مسامير في الخناقات. فكانجي بيقول له يعني كده. فدايرو بيقول له عموما في منظمه اجراميه هي اللي ورا العيال دول وبتدعمهم. فكانجي بيقول له منظمه؟ فدايرو بيقول له لسه الموضوع مش مؤكد 100% بس الاحتمال كبير، هخلص معاهم قبل الاجازه فخلينا نروح فرنسا مع بعض بجد انا مش بهزر. فكانجي بيقول له خلاص ماشي خلينا نكمل الكلام ده بعدين، على اي حال كلمني المستشفى وخلي بالك مني انا هنام لحد ما المدرسه تخلص. وفي عياده المدرسه بيكون بطلنا نايم وفجاه بيحس بخطوات حواليه، ولما بيصحى بيلاقي ليه هوجن في وشه بيقول له عايز ايه؟ فليه هوجن بيقول له انت صحي؟ اسف اني ازعجتك. وبعدها بيديله اكل وحاجات في ايده وبيقول له ياكلها. وبعدها ليه هوجن بيقول له طلاب السنه الاولى والثانيه هيجوا يسلموا عليك بعد ما الحصص تخلص، ومن دلوقتي انت بقيت رئيس المدرسه دي. فكانج بيقول له طب يلا غور من هنا. فليه هوجن بيقول له ايوه اسف. وبعدها بيسيبه وبيخرج، وفي وقت المدرسه ميونج بتروح وبتدي بطلنا شنطه وبتقول له دي شنطتك وايه حاسس انك كويس دلوقتي؟ فكانج بيقول لها مفيش حاجه كبيره ما تقلقيش. ساعتها بتيجي البنت اللي اسمها يون وبتنادي على بطلنا وبتقول له يا كانج تعالى معانا في ناس عايزين يقابلوك. فكانج بيقول لها ايه الهزار ده؟ وبعد كده بيطنشها وبياخد ميونج وبيمشي، وفي الطريق بتحكي له بتقول له واضح ان يون سيل مستهدفاك، البنت دي مش كويسه خليك حذر، وفي اشاعات انها بتلف على كل حته وبتنام مع اي حد. فكانج بيقول لنفسه دي حاجه يتاخد حذر منها، دي هي اللي هتصدع لما تشوف الغرب بيعملوا ايه. ساعتها بيكون في مجموعه بيراقبوا بطلنا هو وميونج، وبعدها بيطلبوا من بطلنا ان هو يقرب. فكانج بيقول هم دول نفس الناس اللي دايرو كان بيتكلم عنهم من شويه، وبطلنا بيقرب من الاشخاص دول والرئيس بتاعهم بيقول له انت كانج. فكانج بيقول له ايوه ليه؟ فالرئيس بيقول له يا ابن انت واقح زي ما بيقولوا عنك. فكانج بيقول لنفسه هم 4 بس مش هيبقى خطر قوي لو انتهى بينا الحال اننا نتخانق، بس لكن موقعنا بعيد شويه. فالرئيس بيقول له بطل تعمل الوش ده، احنا مش جايين نتخانق يا عيل، اطلع معايا لازم نتكلم. فكانج بيقول له ايه؟ وهم الاتنين بيفضلوا باصين لبعض بنظرات حاده جدا. فبيتقدم عليهم كانج وبيبص لهم وهو مش خايف منهم. فبيقول الشخص اللي قدامه لصاحبه شوف الواد بيبص لي ازاي، وبيحط ايده على دماغ كانج وبيقول ده عامل نفسه قوي. فبيقول له كانج شيل ايدك. فبيتعصب الشخص ده وبيقول له انت عبيط يالا بقى ولا ايه؟ انا بكلمك بالراحه ما تخلينيش اضربك. فبيشيل كانج ايده وبيقول له اعتبرني خليتك، وبيمسكه من القميص وبيضربه ضربه قويه جدا في وشه بيخليه ينزف. فبيهجم التاني على كانج، لكن على مين؟ بيمسكه من ايده وبيضربه ضربه قويه بيوقعه على الارض. بيكونوا كل الطلاب واقفين بيسهروا اللي بيحصل، فبيأمرهم واحد من الاشخاص دول انهم يقفلوا التليفونات ومحدش يصور. بيروح يضرب تليفون واحد من الطلاب بيوقعه على الارض وبيقول له انت ما بتفهمش، مش قلت
محدش يصور. فبيقع التليفون على الارض بيتكسر، فواحد من رجال العصابات بيبقى عايز يخرج السكينه اللي معاه علشان يخلص على كانج. فبيقول له الزعيم لا ما تخرجش سكاكين هنا، احنا قدام مدرسه، اللي بتعمله ده ما ينفعش، انت كده هتخلي الدنيا تبوظ اكتر. فبيقول له ماشي انا هتعامل معاه. فبيروحوا الاتنين يقفوا كل واحد في ناحيه. فبيفهم كانج انهم مقاتلين اقوياء عارفين ازاي يختاروا الاماكن بتاعتهم علشان يقتلوا. فبيهجم الاول على كانج وبيضربه، لكن بيتفادى كانج الهجوم وبيضربه ضربه قويه في وشه بتخليه مش شايف، وبينزل عليه بضربات سريعه قويه من غير ما يوقف ولا يخليه ياخد نفسه. بيهجم التاني من ورا على كانج، لكن بياخد بطلنا باله من الشخص اللي جاي وراه وبيصد ضربته، وبيغير وضعيه جسمه بسرعه كبيره وبيهجم عليه بيضربه ضربه قويه. بيكون الاول مصدوم ومش مصدق ازاي طالب في الثانويه بالقوه دي. فبيهجم على كانج وبيضربه، لكن بيلف كانج بيضربه بسرعه في وشه، في نفس الوقت بيهجم التاني عليه. ده كانج يا جدعان بيتفادى ضربته وبيضربه ضربه قويه برجله، لكن بيصد الشخص ده ضربته وكان متوقعها. فبيهجم كانج عليه بضربات سريعه قويه، لكن بيحاول الشخص ده انه يصدها. بيفكر كانج وبيقول انا زي ما كنت فاكر الموضوع هياخد وقت مع الاشخاص دول لان انا جسمي ضعيف بالنسبه لهم. فبيجي الزعيم من وراه وبيضربه ضربه قويه بالرجل بيبعده. فبيفكر كانج وبيقول انا هضرب كل دول لوحدي، لو كان دايرو معايا كان زماننا فرمناهم. فبيقول له الزعيم خلاص يا عم احنا شفنا مهاراتك، تعالى بقى معانا من غير مشاكل، انا مش قلت لك اني جاي اخدك من غير مشاكل؟ فبيقول له بطلنا انا مش مهتم انتوا جايين ليه. فبيحط الزعيم ايده في جيبه وبيقول له انا كده فهمت، انت مش سهل اقناعك. بيخرج ايده بسرعه وبيقول له ما فيش غير القتال هو اللي هيخليك تقتنع. فبيهجم الزعيم على كانج وبيضربه ضربه قويه، لكن بيصدها بطلنا وبيمسكه من دراعه بيتنيه. فبيتألم الزعيم وبيبقى مش قادر. فبيهجموا الرجال على بطلنا وبيقولوا احنا لازم نخلص على الواد ده، احنا ساكتين عليه ليه؟ لكن فجأة حد بيكلم الشرطة. فأول ما بيسمعوا صوت حد بيقول الشرطة، وبتبقى ميونج هي اللي بتتصل بالشرطة. فبيسمع الزعيم كده بيقول لهم احنا هنمشي دلوقتي وهنبقى ناخد حقنا منه في يوم تاني. فبيقول له كانج المرة اللي جاية انا هبقى اكسر لك دراعك. فبيركبوا العربية وبيمشوا. فبترتاح ميونج وبتقول لكانج يلا نمشي. فبيقول لها انت اتصلت بالشرطة؟ ده ممكن يسبب لي مشاكل كتير. فبتقول له مين قالك ان اتصلت بالشرطة؟ انا كنت بشتغلهم بس كده، كل ده كان وهم علشان يبعدوا عنك ويسيبونا في حالنا. بيفكر كانج وبيقول يا بنت اللعيبه بقى اشتغلتني كده، امدحها ولا اعمل لها ايه بقى؟ لكنه بيلاحظ ان يون واقفه بتبص له. فبيروح لها بطلنا وبيقول لها انا عايزك تعتمدي على نفسك، لو فضلت تعتمدي على الناس هيستغلوكي. فبتضربه يون وبتقول له انت فاكر نفسك مين؟ فبيبص لها كانج ومش بيرضى يعمل لها حاجه وبيسيبها وبيمشي. فبتنادي عليه يون وهي بتصرخ وبتشتمه، لكنه مش بيرد عليها وبيمشي مع ميونج. بعدها بطلنا بيقول مع ان الضرر مش كبير الا ان الضربات اثرت فيا علشان الجسم ده ضعيف. فبتلاحظ يون انه عمال يتألم. فبتقول له تعالى نروح المستشفى لو تعبان. فبيقول لها لا تعالي ناكل، انت بتحب التونا كاتسو؟ فبتتفاجئ ميونج اول ما بتسمع كده وبتقول له ايوه. تاني يوم بيكون كانج قاعد في الحصه والمدرس بيكلمهم عن شخص مقاتل اسمه تشونو، وكان مقاتل قوي وعنده اخلاق. لكن بيبقى كانج قاعد زهقان وعايز ينام، بيبقى مش قادر يتعود على المدرسه وعنده حق بصراحه. وبيفكر وبيقول انا احسن ليا اخد سلاح واحارب بدل ما افضل قاعد هنا كده. لكن فجاه بيدخل عليه مجموعه من الاشخاص اللي بييجوا يقفوا قدام كانج. فبيقول لهم كانج عايزين ايه؟ فبيقول له دول طلاب من السنه التانية وانا في سنه اولى. وبيطلع ظرف وبيقول له دي دفعه الاسبوع. فبيتعصب كانج وبيقول له انا قلت لك تعمل كده. فبيبص الولد على مكان ليه هجن وبيقول هو اللي قال لنا نعمل كده. فبيقول له كانج خلاص رجع الفلوس دي لاصحابها وما تسمعش كلام حد هنا بعد كده، ومش عايزكم تمشوا في مجموعات تاني، انا تعبان بقى يلا غوروا من هنا. فبيجي الطالب وبيقف عند بطلنا. فبيبص له كانج وبيقول له مالك انت كمان؟ فبيقول له المدرب عايزك. فبيفكر كانج وبيقول دايرو عايز يشوفني. فبيروح كانج لدايرو وبيقول له انا سمعت انك كنت بتتقاتل امبارح. فبيقول له ايوه لكن هي الاخبار بتوصل هنا بسرعه كده، هو في ايه؟ فبيقول له دايرو بطل بقى القتالات والمواضيع دي، انت ما بقتش صغير على اللي انت بتعمله. فبيقول له بطلنا يعني من بين الناس كلها ما اسمعش الكلمه دي غير منك انت نسيت مين اللي دخلنا في مشاكل لما كان في حرب في افريقيا؟ فبيقول له دايرو احنا دلوقتي في كوريا وفي عدد كبير من كاميرات المراقبه والتليفونات اللي بتصور كل حاجه والخدمات الالكترونيه متطوره، ومن خلالها ممكن تلاقي الشرطه بقت قدامك فجاه، انت كده هتفضح نفسك قوي. فبيقول له كانج هو ده اللي انا عايزه وعايز ارجع لافريقيا بسرعه. فبيقول له دايرو انا عايز اطلب منك طلب. فبيقول له بطلنا ايه هو؟ فبيرد عليه وبيقول له في 4 طلاب هنا بيتعرضوا للتنمر، انا عايزك تخلي بالك منهم. فبيقول له بس انا لو عملت كده لما اجي امشي من هنا الامور هتزيد سوء عليهم وهيتضربوا لحد ما يموتوا. فبيقول له دايرو هديلك اذن بالخروج من الحصص الدراسيه وهخليك تروح اي حته. فبيقول له كانج هتعمل ده ازاي؟ فبيقول له انا عايزك تسجل كلاعب رياضي محترف، وهتحتاج بس لحضورك الصبح علشان تسجل الغياب، وحتى لو نمت في الحصص محدش هيصحيك، لانك انت لو رحت افريقيا بمنظرك ده انت هتموت من اول اسبوع. فبيفكر
كانج وبيقول له 4 بس. فبيضحك دايرو. بعد ما بيخرج كانج بيلاقي يون واقفه مستنياه وبتقول له عايزين نتكلم شويه، لكن بيسيبها كانج وبيدخل الفصل. فبتقول يون انا مش بكلمك، بص حصل لي ايه بسببك. فبيقول لها ايه اللي حصل لك. فبتقول له الاشخاص اللي كانوا معاك امبارح. فبيبص لها بطلنا وبيقول لها تعالي ورايا. فبتلاحظ ميونج ان في حاجه بينهم، فبياخدها كانج وبيطلعوا على السطح. فبتقول يون هم طلبوا مني ان اجيبك ليهم والا هيموتوا لي هوجن وانا مش هيسيبوني في حالي. فبيقول لها بطلنا طب بلغي الشرطه. فبتقول يون انا لو عملت كده هيأذوا عيلتي، اتصرف اعمل اي حاجه وانا هعمل لك اللي انت عايزه. فبيقول لها كانج لو طلبت منك اي حاجه هتعمليها. فبتقول يون ايوه. فبيقرب منها كانج وبيحط ايده. فبتفكر يون وبتقول انا كنت عارفه ان كلكم زي بعض مش بيهمكم غير كده. فبيمسح كانج دموعها وبيقول لها روحي اغسلي وشك وما تستخدميش المكياج علشان بشرتك وبالبسي الزي المدرسي كويس. فبتتفاجئ يون اول ما بيقول لها كده. فبيقول لها ايه انت قلت انك هتعملي اي حاجه. فبتقول له هو ده اللي انت عايزه. فبيقول لها ايوه انت عايزاني اطلب زياده. بتقول له لا. فبيقول لها اتصلي بيهم. فبتتردد انها تعمل كده. فبيقول لها انت مش معاك الرقم. فبتقول له معايا لكن مش هقدر اعمل كده. فبيقول لها اتصلي. فبتطلع عيون التليفون وبتتصل بيه. فبيرد عليها الزعيم وبيقول لها انت بتتصل بيا ايه، انت بقيتي شجاعه كده امتى. فبيرد كانج عليه وبيقول له ده انا كانج. فبيقول له الزعيم حلو قوي، هي بقى راحت وطلبت مساعدتك وشرحت لك كل حاجه، تعالى بقى للمكان بتاعنا. فبيقول له كانج لا انا مشغول الاسبوع ده فانا هقابلك يوم الاثنين. فبيقول له انت هتستهبل، هو انت هتقول نتقابل امتى. فبيقول له كانج يوم الاثنين ويلا بقى سلام. بيتفاجئ وبيقول ايه ابن المجنون اللي قفل السكه في وشي. فبيبص لشخص وراه شكله الرئيس بتاعه. فبيتصل بكانج مره تانية وبيقول له الاثنين يعني. فبيقول له بطلنا ايوه يا عم ما خلاص بقى. بيرد الزعيم عليه وبيقول له انت عارف لو ما جيتش. بيقول له كانج عيب عليك انا عايزك بس ما تجيش جنب البنت الغلبانه دي تاني. بعدها بيقفل كانج وبيديها التليفون وبيسيبها علشان يمشي. فبتقول له استنى انا عايز رقمك علشان لو احتجت اي حاجه مني. فبيبتسم كانج وبيقول لو سميث كان حي كان زمانه صاحبها، وسميث ده كان صديق بطلنا في الجيش ومات في الحرب. فبيقول لها كانج لا انا عايزك تقابليني يوم الاثنين بعد المدرسه. بعدها بيبقى كانج ماشي وبيفكر في كل حاجه وبيقول فرنسا والتمرين والتنمر ويون والعصابات انا مش عارف ايه كل ده، انا ما بقاليش غير كام يوم وحصلت كل المشاكل دي. بيتفاجئ ان ميونج جايه وراه وبتنادي عليه. فبيقول اه صح انا نسيتك انت كمان. فبتقول له ميونج ينفع امشي معاك. فبيقول لها طبعا. فبتقول له هو انت معجب بيون. فبيتفاجئ كانج وبيقول لها ليه بتقولي كده. فبتقول له انا شفتك وانت واقف معاها، انا فاهمه اني مش قادره احط مكياج زيها وعارفه انها اجمل مني. فبيقول لها مفيش حاجه بينا، احنا كنا بنتكلم عن قتال امبارح. فبتفرح وبتقول له يعني انت مش معجب بيها. فبيقول لها وانا هعجب بيها ليه. فبيقول لها هو انت معجبه بيا. فبتتوتر وبتبقى مش عارفه تعمل ايه. فبيفكر كانج وبيقول ايه الغباء اللي انا فيه ده، ما كانش المفروض اقول لها كده. فبياخدها كانج وبيروحوا يقعدوا في مكان علشان يصلح الكلام اللي قاله ده. بيوعدها وبيقول لها لو قدرت انك تطلعي الاولى في الاختبار اللي جاي انا هعترف لك بحبي. فبتقوم ميونج وهي فرحانه وبتقول له انا على طول بطلع الاولى. بعدها بيحس كانج ان البت دي اتجننت وفجاه حجمها كبر وبقت ضخمه وبيفضل يهرب منها لكنه بيفوق من النوم وبيكون كل ده حلم. فبيقوم يلبس هدوم المدرسه وبيخرج بيلاقي والدته قاعده وبيقول لها انا نازل. فبتتفاجئ وبتقول له رايح فين. فبيقول لها انا رايح المدرسه. بتقول له مدرسه النهارده السبت مفيش مدرسه. بيقول لها ازاي يعني ايه مفيش مدرسه. فبتقول له انت دماغك بتوجعك تاني. فبيقول لها لا بس انا في اخر سنه فلازم اخد حصص اضافيه علشان اقدر انجح. فبتصدقه امه وبتقول له ربنا يوفقك. بعدها بينزل وبيقول الدنيا اتغيرت مفيش مدارس يوم السبت. بيطلع التليفون وبيتصل بدايرو وبيروح بعد كده يركب العربيه مع دايرو. بيقول له دايرو انت بتقول لاهلك انك رايح تاخد دروس اضافيه، هو في كده حتى مش عارف تكذب. فبيقول له كانج اقول ايه يعني احنا هنروح فين دلوقتي. فبيقول له دايرو هنروح مكان وسط الجبال تقدر تقعد فيه تاكل وتشرب. بيقعدوا بعد كده مع بعض وبيشرب دايرو الكحول ومش بيرضى يدي كانج علشان هو لسه طالب في المدرسه. فبيقول له كانج ما دام الموضوع كده يبقى المفروض انت كمان ما تشربش قدامي. وبيساله لو هو مرتاح في حياته دلوقتي. فبيقول له دايرو انا في البدايه كنت مش عارف اعيش، كنت هتجنن مش عارف اعمل ايه، كانت بتجيلي كوابيس كل ليله بتخليني اقوم اصرخ، الحاجه الوحيده اللي خلتني اتماسك هي عيلتي، انا ما قدرتش اسيبهم، وبعدين لو رجعت لافريقيا بالجسم ده مش هقدر ان اعمل حاجه، كمان انا جات لي فرصه تانية علشان اعيش فلازم استغل الحياه دي احسن استغلال. فبيقول له كانج انت عندك حق الدوله دي جميله. فبيقول له دايرو انت لازم تقول كده، انت في اول كام يوم عملت كل ده واتخانقت مع طلاب المدرسه كلها. وبعدها بيضحكوا شويه بيرزعوا كانج خبر العصابات وبيقول له انا رايح لهم يوم الاثنين اللي جاي. فبيقول له دايرو هتروح لهم فين. فكانج بيخاف عليه وبيقول له مالكش دعوه. فبيقول له دايرو لا مش هينفع تخبي عني حاجه. فبيقول له كانج انا لو قلت لك انت هتيجي ورايا علشان كده انا مش هقول لك. فبيقول له دايرو يا عم انا قلت لك انت بجسمك ده مش هتعرف انك تقاتل عدد كبير منهم، انت ما بقتش زي زمان. فبيقول له كانج انا هحل
احل مشاكلي بنفسي ومش عايزك تتدخل في الموضوع، ده امر يا جندي. فبيسكت دايرو شويه وبيقعدوا ياكلوا. فبيسالوا دايرو انت قتلت كام واحد لغايه دلوقتي؟ بيتفاجئ كانج من السؤال وبيقول له ايه؟ فبيقول له دايرو عددهم كتير صح؟ فبيقول له كانج ما عدتهمش والله، فانت بتسال ليه فجاه؟ فبيقول له دايرو انا مش عايزك تروح علشان تعيش في سلام من غير مشاكل. فبيقول له كانج شكرا على النصيحه، انا عارف انا بعمل ايه كويس. فبيقول له دايرو لما تخلص اللي انت فيه نبقى نيجي هنا تاني ونقعد مع بعض. بيروح يوصل كانج للبيت. لما بيدخل بطن غرفته بيفكر في المعركه اللي هيدخلها مع العصابه اللي هيبقى معاهم اسلحه وهو مش معاه اي حاجه، لكنه بيبدا يتخيل اللي هيحصل ويضرب العصابه واحد ورا التاني ومش بيدي لاي حد فرصه انه يضربه. بيهجم عليه واحد منهم بالسكينه لكنه بيتفادى ضربته وبيضربه ضربه قويه، لكن واحد منهم بيخونه وبيضربه بالسكينه في ظهره وبيبداوا يضربوا كلهم بالسكاكين. ساعتها بينهار بطن على الارض وهو بيصرخ وبيفكر وبيقول انا بقيت ضعيف مش هقدر عليهم. وبنشوف بعد ما كانج حصل له انهيار بسبب التفكير في اللي ممكن يحصل له مع العصابه اللي رايح يقابلها، وبيبقى كانج مش عارف يعمل ايه، وبسبب صوته العالي بتيجي والدته تطمن عليه فبيلبس هدومه بسرعه. بتساله امه لو هو نايم، فبيقول لها لا انا صاحي تعالي. فبيقول لها انت لسه صاحيه لغايه دلوقتي؟ فبتقول له انا كنت داخله انام دلوقتي. بتساله امه بتقول له هو انت فاضي بكره؟ فبيقول لها بطلنا ايوه انا فاضي بس ليه؟ امه بتقول له انا اتفقت انا وصاحبتي سيونج اننا نتقابل، انت فاكرها صح؟ وهنقعد في مطعم فرنسي وهي هتجيب ابنها معاها فهيكون كويس لو جيت. فبيفكر بطلنا شويه وبتقول له امه لو انت وراك حاجه خلاص عادي. بيلاحظ كانج ان امه زعلانه فبيقول لها كانج لا انا مش ورايا حاجه هاجي معاكي عادي. بتفرح امه لما بتسمع كده، وتاني يوم بيروح كانج مع امه وبيكونوا واقفين قدام المطعم. فبيفكر كانج وبيقول انا جدع قوي جاي اقعد في مطعم واكل وانا بكره عندي قتال ممكن مرجعش منه. بيبص كانج للمطعم وبيفكر وبيقول شكله كده المطعم ده فخم. بعدها بيدخلوا للمطعم وبتدور على صاحبتها وبتلاقي سيونج هيو قاعده هي وابنها بتنادي على والدة كانج. بيبقى في بنتين قاعدين، اول ما بيشوفوا كانج بيكونوا معجبين بيه، فبيقوم ابن سيونج وبيعمل نفسه فرنساوي وبيقول لهم بونجور. فبيتضايق كانج وبيفكر وبيقول ايه القرف اللي انت بتقوله ده، لكن الواد وامه بيقعدوا يبصوا لكانج بطريقه غريبه. فبيفكر بطنه وبيقول هي الدنيا هتمشي كده ماشي. بيقعدوا بعد كده مع بعض وبتقول سيونج انا ابني دايسك عنده مدرسين محترفين لازم ابنك يتعلم معاهم، انا هبقى اكلمهم يوفروا شويه وقت علشان يعلموا كانج. فبتقول لها والدة كانج ايوه طبعا. بتقول لها سيونج اخبار درجاته ايه في الانجليزي؟ بتقول لها والدة كانج لا تمام جدا. فبتقول لها سيونج هو ايه اللي تمام؟ ده ابنك في مدرسه عاديه مش في مدرسه مرموقه زي ابني، المفروض يبقى هو في المركز الاول. فبيلاحظ كانج ان امه متضايقه من كلامها، ولما بيجي النادل وبينزل الاكل الواد الرخم ده بيقول له انا عايز كوبايه ميه. فبتتفشخر امه وبتقول لهم شفتوا ابني بيتكلم بالفرنسيه ازاي؟ الفضل يرجع للمدرسه اللي هو فيها، انت عارفه انا ليه باجي مطاعم زي دي؟ علشان خاطر ابني. فبتقول لها والدة كانج انا ابني برضو بيعرف يتكلم فرنساوي. فبتقول لها سيونج واو يعني هو على كده في مدرسه ايه؟ فبتقول لها لا ده اتعلمها من على النت. فبتتفاجئ سيونج ومن كلامها وبتضحك هي والرخم ابنها، وبتفضل تتريق على والدة كانج وبتقول انت شكلك بتهزري، ابني بقى كمان يدرس من على النت هو كمان، طب واحنا ليه بنصرف فلوس على المدارس طالما هي سهله كده؟ فبيقول لها كانج بالفرنسيه بصوت عالي انت زودتيها قوي. بيتفاجئوا كلهم والناس اللي قاعدين، فبتكلموا البنت اللي ورا بتقول له انت سمعتنا واحنا بنتكلم؟ فبيقول لها بصراحه القعده مع الناس دي ممله علشان كده سمعتكم وانتوا بتتكلموا، وانا مش بفكر ان اخرج مع ولا واحده فيكم. فبيتكسفوا كلهم اول ما بيسمعوا كده. فبيقول للبنت اللي قدامه ما تقلقيش الغبي اللي قاعد قدامي بيتكلم الفرنسيه بالعافيه، وامي وصاحبتها مش فاهمين اللي بقوله اصلا. فبيقول للواد الرخم لامه شكله كده بيحاول يغازل البنات اللي قاعدين. بتقعد بقى والدة كانج تقول عليه عبقري علشان اتعلم اللغه الفرنسيه من على النت، وبتحكي عن بطولته لما كلم الشخص اللي في الجمارك علشان يفرج عن الشحنه. بتبقى البنت اللي جنبه معجبه بيه وبتقول له انت قدرت تتعلم من على النت اللغه الفرنسيه، ده شيء صعب. فبيقول لها كانج اتكلمي مع والدتي بالكوريه وقولي عني كلام حلو وهيبقى ليكي واحده عندي. فبتبص له البنت وبتقول له ماشي. بتقوم البنت هي والبنتين اللي معاه وبيروحوا عند ترابيزه كانج. فبتساله والدته هو ايه اللي بيحصل؟ بيقول لها كانج هم استمتعوا بالكلام معايا وجايين يسلموا عليكي. فبيعرفوها باساميهم وبتشكرهم والدة كانج. فبتتضايق سيونج اول ما بتشوف كده وبتقوم علشان تمشي. فبتقول لها والدة كانج انت هتمشي؟ فبتقول لها سيونج الوقت بيجري ابني ورا درس ولازم يروح، وبتاخد ابنها وبتمشي. بيقول كانج لميشيل يلا كفايه كده روحي بقى اقعدي مكانك.
فبتقول له ميشيل مين قال كده؟ لا انا لسه ما خلصتش. بيقول لها كانجي يعني ايه؟ فبتقول له ميشيل انت مديون ليا دلوقتي. بيقول لها كانجي اعمل ايه علشان ارد الدين؟ فبتقول له هات رقم تليفونك احنا مهتمين بيك شويه. فميشيل بتقول له رقمك؟ اكيد انت فاهم انا بتكلم عن ايه، بما انك سمعت كلامنا بصراحه احنا مهتمين بيك جدا. فكانجي بيقول لها بطل هزار. فميشيل بتقول له هو انا باين اني بهزر؟ انت مش من نوع الرجاله اللي ترجع في كلامها وتخلف وعدها صح؟ ساعتها كانجي بيكون مصدوم. وفي يوم الاثنين بنشوف بطلنا بيتمرن وبيفتكر لما كانت البنت بتقول انت مش من نوع الرجاله اللي بيرجعوا في كلامهم ويكسروا وعدهم صح؟ فدايرو بيقول له ايه المضحك في اللي بيحصل ده؟ فكانجي بيقول له مفيش حاجه، بس عموما الموضوع مقلق، دراعي بالعافيه بيتحرك حتى مع شويه احماء بسيط. فدايرو بيقول له علشان كده المفروض تبطل اللي بتعمله ده وتتصل بالبوليس يجوا يساعدوك، انت فعلا مش المفروض تضحك دلوقتي بالشكل ده، انت هتسافر فرنسا وانت ماشي بعكاز جنبك. فكانج بيقول له اول ما الموضوع ده يخلص تعالى نعمل نادي رياضي، ساعتها لما امشي وقت الاجازات هيعرفوا يعتمدوا على بعض ويكملوا سوا، ايه رايك؟ فدايرو بيقول له تمام خلينا نعمل كده، ده هيسهل علينا شراء معدات التدريب بما ان عندنا ميزانيه للنادي وانا اقدر اكون مشرف على النادي، بس ده مش المهم دلوقتي، انت بقيت اضعف وخصومك مش مجرد بلطجيه عاديين. فكانج بيقول له الفيلق هو وطننا. فدايرو بيقول له الفيلق هو وطننا. فكانج بيقول له ايه كمان؟ فدايرو بيقول له اما نكمل المسير او نموت. فكانج بيقول له هيون اونسل ولي هوجن الاتنين بلا قيمه، بس انا وعدت اني اروح وافضل اني اروح واتعرض لطعنه بسكينه بدل ما اكسر وعدي. فدايرو بيقول له كابتن انا بحب مراتي، فبلاش تخليني اروح السجن علشان رفعت سكينه علشان انقذك بعد ما اتغلبت بسهوله كده. فكانج بيقول له عارف. فدايرو بيقول له يا عم ما تبقاش كده، خلينا نروح مع بعض وخلاص. فكانج بيقول له انت فاكر فيلم منجلة؟ فدايرو بيقول له وش اسكت هتفتح الموضوع ده تاني؟ وبعدها بطلنا بيروح وبيركب العربيه مع العصابه وبيوصل للمقر وهو بيقول لنفسه 6 غرف على الشمال و5 على اليمين. وبعدها بيروح وبيقف قدام الزعيم اللي بيبدا ان هو يقول ما تبصش على الكبار باستهانه واقعد، انا معجب بالعيون دي، كتير مننا اقترحوا اننا نقتلك في هدوء وندفن جثتك، بس انا عندي راي تاني، الواحد لازم يكون شجاع زيك علشان ينجح، انت صغير على انك تشرب معايا فهختصرها عليك، ايه رايك هتنضم لينا بإطاعة ولا هتندم على قرارك طول عمرك؟ انت بتضحك؟ فكانج بيقول له هختصر انا كمان، بلاش تتدخل في مدرستي، انا مش فارق معايا انتم بتعملوا ايه في العادي، بس ما تدخلوش اطفال ابرياء في شغلكم الاجرامي. فالزعيم بيقول له ايه انا خاب ظني فيك، كنت فاكر انك شجاع طلعت مجرد غبي. فكانج بيقول له والغبي ده بيقول لك اطلع من مدرسته. فواحد من الرجال اللي قاعدين بيقرر ان هو يهجم على بطلنا كانج، ولكن على مين ده؟ كانج التنين بينزل بايده على الترابيزه وبيطعنه بالخشب الصغير اللي بيكون على الترابيزه، والثلاثه اللي بيهجموا عليه بيخلص عليهم وبينجدهم بكل سهوله. وبعدها القائد بيهجم عليه ولكن بطلنا بيقدر ان هو يتحكم فيه ويخنقه، ولكن فجأة بيلاقي نفسه محاصر من كل الجهات من رجالة الزعيم. فكانج بيقول لهم لو مش عايزين تشوفوا رقبة رئيسكم بتتكسر انسحبوا، بس واحد فيهم بيعمل بطل وبيهجم على بطلنا ولكنه بيديله رجل قوية جدا بيطيره لبعيد، وكل الرجالة بتهجم على بطلنا وبطلنا مش بيكون قادر يتحمل اكتر من كده، والزعيم بيقول لهم اقتلوا الوغد ده. فبطلنا بيديله ضربة قوية وبعدها بينط وبيطير وبيبدأ ينزل فيهم ضرب كلهم وبيكسر عظم وشهم. بس بعد المعركة والضرب ده كله بيظهر 2 واحد منهم بيقول ليه بتعانوا كده في التعامل مع عيل صغير زي ده، وانت بقى انسى فكرة ان موتك هيبقى سهل، هقطعك حتت بالمنشار وارميك للكلاب. فكانج بيقول لنفسه الناس دي مختلفة، دي نظرات واحد قاتل محترف وعنده خبرة. بس فجأة في مقنع بيدخل المكان وبيقدر ان هو يهزم اول واحد من الرجالة بيهجم عليه، والمقنع بيفضل يضرب في الرجالة ويخلص عليهم. فبطلنا بيبتسم بخبثه وبيقول مع اني قلت لك ما تجيش. ساعتها القاتل بيقول ايه اللي مخلي ابن ده يهاجم رجالتنا؟ فالقاتل التاني اللي جنبه بيقول له ماله، ده مجرد جثة زيادة هندفنها، وواضح اننا داخلين على شغل تقيل، فخلينا نخلص الموضوع ده في اسرع وقت ممكن. والقاتل بينطلق علشان يخلص على المقنع، وبطلنا بيحاول ان هو يتحرك باسرع وقت، ولكن القاتل التاني بيقف قدامه وبيقدر ان هو يقطعه بالسكينه اللي في ايده، وبيكون خلاص هيخلص على بطلنا. والمقنع بياخد باله، بطلنا بيفتكر كل اللي حصل زمان والذكريات المؤلمه، وبيقدر ان هو يمسك السكينه بايده اللي بتعمل له جروح كتيره جدا، وبيكون القاتل عايز يديله لكمه قويه، ولكن بطلنا برده بيمسك ايده واللي بتكون برده مصابه. فالقاتل ساعتها بيقول لنفسه ايه ده، ازاي عيل زي ده قوي كده؟ بس بطلنا بيبصله بنظره مرعبه وبيقول له حاكم الحروب، الاسم ده في الحقيقه لقب اعدائي هم اللي ادهولي، وانا دلوقتي هقتلك.
بيديله دماغ قويه جدا، وبعدها بيديله بالايد في وشه وبيلف على القاتل التاني وبيديله لكمه قويه جدا، هو كمان بينيمه على الارض. وكل الرجال والمقنع بيكونوا مصدومين من اللي حصل، فكانجي بيقول لو مش عايزين تتخانقوا معايا ادخلوا استخبوا جوه الاوض. ساعتها كل الرجال بيهربوا وبيدخلوا داخل الغرف، وبطلنا خلاص بيكون تعب وبيترمي في الارض، ولكن المقنع بيقرب منه وبيقول له يا ابن اللعيبه افتكرت اني مش هشوفك تاني كده ابدا. فكانجي بيقول له جبت القناع ده منين؟ فالمقنع بيسنده وبيقول له ده قرد مشهور بين العيال، يلا نخلص ونمشي بسرعه. فكانجي بيقول له لو مشينا كده حد هيبلغ الشرطه علينا، استنى هنا شويه انا هروح ابص على الكاونتر يمكن الاقي حاجه نغطي بيها نفسنا. وبطلنا بيروح عند الباب بالفعل وبيلاقي مجموعه داخلين، وهو بيقول لنفسه في خطوات، ده واحد، لا ده اتنين، لا ده في اكتر من 20 شخص على الاقل، هم دول تعزيزات؟ احيه جسمي مش قادر. وقائد الرجال دول بيقرب منه وهو بيقول للحارس روح شوف اللي بيحصل جوه. وبعدها الشخص ده بيبص لبطلنا وبيقول له كان عندي شك بس واضح انك فعلا طالب، وبيعرفه بنفسه وبيقول له انا جوانج تايك، المفروض الكل يعرفني باسم جوانج تايك بتاع سينسا دونج، جيت هنا لما سمعت ان جي بوم بتاع مجموعه الجراج هيتهان. فكانجي بيقول له معاك سيجاره؟ فالحارس بيقول له يا قليل الادب انت. فالقائد بيبص للحارس وبيقول له مين قالك تتكلم كده؟ تقدر تقاتل لوحدك زيه؟ لو حجتك انك صغير في السن روح دار رعايه يا ابن الوقت. بس ساعتها بيجي المقنع من وسط الرجال وبيقف جنب بطلنا وهو بيطمن عليه. فالقائد بيقول له طالب ثانوي واحد لابس قناع قرد. الموقف ده مضحك جدا، اكيد بارك جي بوم هيكون في قمه الاحراج دلوقتي. والحارس اللي كان راح يشوف الوضع بيجي وبيقول مفيش وفيات، لكن في 5 حالتهم خطيره ومجموعه موقف العربيات خلصت كده. فالقائد بيقول له كده تمام انا همشي الاول، خلوا بالكم من باقي الموضوع. فالقائد بيقول له بما انه واضح انك كنت عايز تتعامل مع الموضوع ده بهدوء، خلينا نروح المستشفى اللي بيهتموا برجالتي. وفي المستشفى بطلنا بيفتح عينه بيلاقي دايرو قدامه بيقول له حاسس بايه؟ اضطرينا نعمل لك غرز علشان جروح السكينه كانت بتسوق. فكانجي بيقول له انت بتتكلم عن ايه؟ احنا فين دلوقتي؟ فدايرو بيقول له انت مش فاكر؟ انت اغمى عليك اول ما دخلنا عربيه جونج تايك او ايا كان اسمه. فكانجي بيفتكر كل اللي حصل وبعدها بيقول له بصراحه محرج قوي، هو انا فضلت غايب عن الوعي قد ايه؟ فدايرو بيقول له انت كنت فاقد الوعي فتره مش قليله، دلوقتي الساعه بقت 1 بالليل، قلت لوالديك انك هتبات عندي بس هم طلبوا انك تكلمهم، تحب تاكل حاجه؟ فكانجي بيقول له انا كويس انا بس عايز سيجاره. بعدها الزعيم بيدخل عليه وبيقول له انت فوقت؟ فكانجي بيقول له جيت في وقتك، معاك سيجاره؟ فالزعيم بيقول له الولد ده كل شويه يطلب سيجاره، والشخص ده بيقول انه مدرس في مدرستك صحيح؟ فكانجي بيقول له الكلام ده هياخد وقت علشان اشرحه بس بشكل عام ايوه ده صحيح، هو شخص انا بثق فيه فممكن يسمع كلامنا. فالزعيم بيقول له تمام بفضلك كسبت المره دي من غير ما اعمل اي حاجه خالص، مفيش حد في عالم الجريمه بتاع جانج نام هيقف قدامي الفتره، طيب في حاجه اقدر اعملها لك؟ فبيقول له بطلنا ما تتدخلش في شغل مدرستنا، حاجه بسيطه وسهله اهي تمام. فبيقول له هديك نصيحه لاني بحبك، حاول تختفي شويه الفتره اللي جايه، اللي حصل النهارده انتشر في كل مكان، الناس محتاجاك والناس خايفين منك وناس فضولها هيقتلها كتير هيحاولوا يوصلوا لك. فكانجي بيقول له ده مش شغلك، انا هتصرف في الموضوع بطريقتي. فالزعيم بيقول له كانج انا معترف انك شخص مميز جدا، وكمان صحيح ان استفدت من الحادثه دي سواء كان ده مقصود او لا. فكانج بيقول له طيب وبعدين؟ فالزعيم بيقول له زي ما انا اعترفت بموهبتك لازم انت كمان تحترم مكانتي ورايي. فكانج بيقول له ولا انا مش عايز اعمل كده. ساعتها هما الاتنين بيبصوا لبعض بنظرات حاده وقويه جدا، وبعدها الزعيم بيقول اللعنه تمام انت كسبت بس ننسى كل حاجه ونبقى اصحاب. فدايرو بيقول له اول حاجه خلي رجالتك اللي بره يمشوا، احنا مش محتاجين حمايتهم. فالزعيم بيقول له بتدرس ايه في المدرسه؟ فدايرو بيقول له التربيه البدنيه. فالزعيم بيقول له كنت متوقع كده بس خلي رجالتي بره اللي من اولسان مش مقاتلين عاديين، انا همشي دلوقتي ولو عايز اي اكل قول للرجاله، طيب هشوفك بعدين مع السلامه. فكانجي بعدها بيقول له يلا امشي. فدايرو بيقول له ممكن افضل هنا واروح الشغل من هنا عادي، بالمناسبه في حاجه بينك وبين مي يونج، موبايلك بيرن رسائل بشكل مجنون. فكانجي بعدها هي بس عيله صغيره ما تاخدش في بالك، بس هو امتى اقدر اخرج من المستشفى؟ فدايرو بيقول له الدكتور قال لازم تفضل على الاقل شهر. فدايرو بيقول له يبقى لازم افضل في السرير على الاقل اسبوع، مش هينفع اقول لوالدي اني هبات عند مدرس لمده اسبوع كامل، خلينا نقول بس ان عملت حادثه عربيه، كنا خارجين نتعشى ونتكلم عن مستقبلي وفي طريق الرجوع حصلت الحادثه فجاه، بس نقول ان واحد من اللي بره هو اللي سبب الحادثه دي. فدايرو وهو بيخرج من الغرفه بيقول انا هقول لهم كده، بس فجاه والده بطلنا بتخش وهي بتجري على ابنها. فدايرو بيقول لها ما تقلقيش قوي يا مدام هو هيخرج قريب. ووالده بطلنا بتقول له
ازاي ده حصل؟ اتعورت فين؟ فكانج بيقول لها هو معاه حق، الألم مش وحش زي ما هو باين. فوالدة بطانة بتقول له خلينا ننقلك مستشفى كبيرة اللي كنت فيها قبل كده، حوادث العربية ممكن يكون ليها آثار جانبية على جسمك. فكانج بيقول لها مش لازم نروح للدرجة دي. فكانج بيقول لنفسه اعمل ايه؟ مش هينفع اقول لهم ان اتخبطت بعربية توصيل سكاكين. ساعتها الدكتور بيجي علشان يطمن على بطانة، فكانج بيقول له انا كويس. فوالدة بطانة بتقول له مساء الخير، انا والدة كانج. فالدكتور بيقول لها اهلا، مفيش داعي للقلق قوي، جروحه مش خطيرة زي ما باين، علاجه ماشي كويس، فكل اللي محتاجه دلوقتي انه ياكل كويس ويرتاح بس. فوالدة بطانة بتقول له دكتور بصراحة انا بفكر انقل ابن المستشفى سيبيول اللي كان متعالج فيها قبل كده. فالدكتور بيقول لها مفيش مشكلة، هننفذ اللي حضرتك عايزاه يا مدام. فكانج بيقول مش المفروض تكون عارف ظروفي ليه وافقت؟ فالدكتور بيقول مدير الجراحة في المستشفى سيوبول صديقي، اقدر اكلمه ويوصي على ابنك كويس، لكن ممكن يكون الافضل لمريض زي كانج انه يفضل في المستشفى. في المستشفيات الكبيرة عدد المرضى اللي الدكتور مسؤول عنهم بيكون ضخم جدا، وكمان في مستشفى سيبول الدكاترة بيكون عندهم شغل كتير بره كمان. في الحالات الحرجة جدا المستشفى الكبير بيكون الافضل، لكن حالة المريض كانج مش محتاجة عملية صعبة قد ما هي محتاجة رعاية واهتمام مستمر. في الاخر ده مجرد رأيي الشخصي، والوصي القانوني هو اللي لازم ياخد القرار، مع ان مدير سيبول راجل مشغول جدا بس بيرد على اغلب مكالماتي. هل اعملها دلوقتي؟ فوالدة بطلنا بتقول له بصراحة لا، مفيش داعي نعمل كده في الوقت المتأخر ده، نستنى جوزي لما يوصل ونتكلم معاه في الموضوع. فالدكتور بيقول لها فاهم، بس يا هانم ممكن تتفضلي تخرجي بره شوية؟ فوالدة بطلنا بتقول له تمام. فالدكتور بيقول لها لازم اغير له الضمادات والرباط، وما اعتقدش ان ده اجراء تحب تتفرجي عليه. فوالدة بطلنا بتقول له تمام سايباه في رعايتك، هستناك بره. وبيبدأ الدكتور يفك له الغرز، والدكتور بيقول له الغرز بدأت تفك، المفروض يعدي اسبوعين على الاقل قبل ما ده يحصل. فبطلنا بيقول له هل محتاج يتخيط تاني؟ لا، ما اقدرش احدد ده او ادي تعليمات طبيه دقيقه زي اعاده الخياطه، ده لازم يتشاف من دكتور او طاقم طبي علشان الموضوع ممكن يكون في خطر لو اتعمل بشكل غلط او في غير مكانه. فالدكتور بيقول له لا، ده معناه ان الجرح بيلتئم بسرعه، بصراحه نادرا او بالاصح عمري ما شفت سرعه شفاء بالشكل ده قبل كده. فكانج بيقول له شكرا انك اقنعت امي. فالدكتور بيقول له هل تعرف ليه انا بعمل كده؟ وانا كنت بدرس بره، اخويا الصغير بقى بلطجي وداخل في عصابات اهلنا، طول الوقت كانوا بيقارنوه بيا، وفي الاخر بدا يستخدم سكاكين في اعمال عنف، وبيقول انه احسن مني في استخدامها، لكن في يوم من الايام اتنقل للطوارئ بعد ما اتطعن، وكان فقد دم كتير وما كانش في وعيه، ولما عرف انه في المستشفى اللي انا بشتغل فيها رفض انه يتعالج خالص، وفي النهايه انا اللي اضطريت ابلغ بوفاته. وكده خلصت. انا سمعت انك شاطر في استخدام ايدك في القتال، بس عندي طلب منك، تقدر تيجي هنا او تبعت حد هنا وقت ما تحب، بس من فضلك ما تقتلش حد ولا تموت. والدكتور بيكمل وبيقول له الموضوع بيخلي شغلي صعب لما الحاجات دي تحصل. فكانج بيقول له طيب ما تقدرش تبطل تعمل كده؟ فالدكتور بيقول له ايه فايدة كده؟ ده مش هيقلل عدد الناس اللي بتموت بسبب الضرب المبرح. فكانج بيقول له طيب لو حصلت حاجة غلط وانت بتعمل الشغل ده؟ فالدكتور بيقول له الفلوس مش مشكلة بالنسبة ليا، ولو رخصتي اتسحبت اقدر اسيب البلد واروح اعيش في دولة تانية في هدوء. فكانج بيقول له فاهم، شكرا جدا ليك. فالدكتور بيضحك وبيقول له المفروض انا اللي اقول كده، انا اللي المفروض اشكرك. فكانج بيقول له تمام عليك. فالدكتور بيقول له خلي بالك لو جيت لي في يوم جثة هستأصل اعضائك وابيعها في السر علشان اكسب قرشين ومن غير ما اقول لاهلك. انا همشي دلوقتي، ارتاح كويس. وبعد اسبوع واحد بنشوف بطلنا بيلبس ورايح للمدرسه، فامه بتشوفه بتقول له انت صحيت؟ كنت عايز اتكلم معاك بخصوص، بس استنى، انت ليه لابس الزي ده؟ فكانج بيقول لها علشان اروح المدرسه. فامه بتقول له مع انك لسه خارج من المستشفى الدكتور قال لك ترتاح في البيت كام يوم كمان. فكانج بيقول لها انا كويس اقدر اروح المدرسه دلوقتي، بس ايه ده؟ فامه بتخرج حاجه من الظرف وبتقول له بص كده. فكانج بيقول لنفسه 50 مليون ون. جوانجي طايك ابن المجنونه ده ما كانش ليها لازمه الحركه دي. وبعدها كانج بيقول لها ايوه المفروض نرجعه له بعدين. فامه بتقول له اكيد لازم، المبلغ ده مريب جدا. فكانج بيقول لها صح كده، على اي حال انا ماشي. ساعتها والد بطلنا بيجي وبيقول له اوصلك للمدرسه. فكانج بيقول له ماشي. وبالفعل بينزلوا وبيركبوا هما الاثنين العربيه مع بعض. وفي الطريق والد بطلنا بيقول له انت في حاجه لسه ما قلتهاش ليا؟ لو ما فيش مش هسال عن اي حاجه تانية. فكانج بيقول له ايوه عندي في حاجه ما قلتهاش ليك. انا اتخانقت في خناقه مع العيال بتوع المدرسه اللي اتخانقت معاهم المره اللي فاتت، كانوا وراهم بلطجيه، كان في شويه مشاكل معقده بس قدرنا نخلص الموضوع بنجاح، مش هنشوفهم تاني خالص حتى في المدرسه. وكان في شويه اصابات بس ما فيش وفيات. فوالد بطلنا بيقول له ليه قلت لنا انها حادثه مرور؟ فكانج بيقول له ده علشان ماما كانت هتقلق زياده عن اللزوم. فوالد بطلنا بيقول له انت عارف ان امك ضحت بحاجات كتير علشاني صح؟ فكانج بيقول لنفسه انا مش عارف التفاصيل بس اكيد حاجه زي كده حصلت. فوالد بطلنا بيقول له مفيش داعي تقلق عليا، بس ما تخليش امك تزعل وتعيط، تقدر تعمل كده علشاني؟ فكانج بيقول له اكيد. فوالد بطلنا بيقول له كويس، شكرا انك كنت صريح النهارده. وبنشوف دايرو بيقول
بيقول له انت اتجننت، ايه اللي جابك المدرسه؟ فكانج بيقول له ما تقلقش انا واخد اذن اخرج، الدكتور نفسه قال انه اول مره يشوف حاله زي حالتي، كويس وكل حاجه بس برضه الموضوع مقلق شويه مش غريب يعني. فدايرو بيقول له انت دايما كنت واحد غريب من زمان قوي يا كابتن. فكانج بيقول له في حاجه حصلت قريب. فدايرو بيقول له في اشاعات غريبه منتشره في المدرسه، في ناس بتقول انك قربت تموت من طعنه، وناس ثانيه بتقول انك اصلا ميت، واحد تالت قال انه شافك بتتقبض عليك من الشرطه. فكانج بيقول له بجد؟ اكيد في ناس كتير فرحانه دلوقتي، على اي حال هروح اشوف الموضوع. فدايرو بيقول له على ايه؟ فكانج بيقول له على طلبك انت عارف. فدايرو بيقول له ده. فكانج بيقول له اديني لستة. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، لكن واضح ان اللي جاي هيكون اخطر بكتير من اي حاجه شفناها لحد دلوقتي. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد رجوع كانج للمدرسه فجاه بعد كل الاشاعات دي؟ وهل العصابات فعلا هتسيبه في حاله بعد اللي عمله؟ ومن الناس اللي بدات تدور عليه بعد انتشار اسمه في عالم الجريمه؟ وهل ميشيل هتفضل مجرد بنت معجبه بيه ولا وراها سر كبير؟ وكمان ايه هي الليسته اللي طلبها كانج من دايرو؟ وهل ناوي يبدا حرب جديده؟ لو متحمس تعرف كل الاحداث دي ما تنساش تتفاعل مع الفيديو والقناه كلها علشان نوصل للقمه في اسرع وقت، وتصلي على النبي علشان دي اهم من اي حاجه. ويلا سلام.